اليماني اللي معي ده كل ما أقوم في الليل ألقاه يصلي. هذا يمني يصلي وأنا سعودي ما أصلي، عيب. ولله الحمد صار هذا الرجل اليماني سببا في هدايته، نسأل الله عز وجل أن يغفر له. يقول طبعا سائل يقول: من أكبر مفحط في الرياض إلى داعية إسلامي نشيط في الدعوة، تغيير 180 درجة، فما هو السبب وكيف كانت البداية؟ أخي لا تجيب الفضائح، طفل الكاميرات. والله أنا في يوم من الأيام كنت في السجن يعني عايش هناك، فكان معي رجل يمني محكوم عليه قصاص لأنه قاتل رجل، وقاعد معه أنا لي 3 أيام جالس شوي. طبعا كل القضايا كانت تفحيط وسيايير ويعني وقطع إشارات، ويلات يسمونها ويلات، تفحيط، ما في شيء يعني، أمور سهلة. بس اليماني اللي معي ده كل ما أقوم في الليل ألقاه يصلي. المهم قلت ايش ذا أبو يمن ده، صلاة صلاة صلاة، ايش ذا؟ المهم بعد 3 أيام استحيت، والحياة ما يأتي إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان 79 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لما ذكر أعلاها وأدناها لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والإيمان والحياء شعبة من شعب الإيمان. بعد 3 أيام استحيت، قلت يا أخي عيب، هذا يمني يصلي وأنا سعودي ما أصلي، عيب. كنت أتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سعودي، فقلت يا ولد يعني ما يصير، الرسول من جماعاتنا، صعبة الدنيا كذا. فقمت وتوضيت، أذكر الوضوء يعني أذكره معي، عالق في ذهني الوضوء، في غيري ما يعرف، أنا الحمد لله كنت أعرف. المهم توضيت في الليل، أنا ما أصلي، وجيت شفت اليماني يصلي، أثر في قيام الليل، ما أعرف قيام الليل، أحسبها كلها واحدة. المهم جيت كبرت جنب أبو يمن. المهم اليماني ذا يرتل الآيات ويعيد بعض الآيات ويطول. أضرب الشباب في قيام الليل، وفرصة واحد صلى معه، ما قد صلى مع أحد، وقاعد الرجال حافظ القرآن ومس بي في البقرة. أنا ما عرفت إن في البقرة إلا لما قال آمن الرسول، دريت إنه وصلنا النهاية. بعد أوجعني ظهري وقعدت أتحمل وأنا واقف جنب اليماني. قلت الله يقلع ذا اليماني، إيش ورطني معه يعني، هذا اللي صايم يفطر على بصلاة، أنا وش جابني أصلي مع قيام ليل، ما صليت الفرض ومع يمني ويرتل. والرجل هذا كشفت له الحقيقة يعني في أي وقت بيقص. فهو قاعد يصلي في قيام الليل، قعد جنبه طول، ختم البقرة. قلنا يلا آخر مرة، والله ما عاد أعيدها بس خليه يخلص شوي. إلا ابن الذين يفتتح لي آل عمران، يا ابن الحلال وش فيك. المهم قررت، أول شيء قررت إني أضربه بعد ما تنتهي الصلاة، هذه واحدة، هذه مفروغ منها يعني، ضاربة جالدة، هذا أول شيء. الثانية أبغاه ظهري يوجعني يعني خلاص، أنا أبغاه يقرأ ما تيسر من سورة العصر، إن أعطينا الكوثر، قصار الصور. آخر شيء وطيت على رجله يعني اركع، ويوم ركع وأنا أركع كذا ويجيني شد عضلي، والله العظيم. طول مسبي يعني كذا مسوي ظهري، بحلال وش ذا، وش يبيني وش أسوي ذا. المهم تحملته لين سلم. أول ما سلم والقط أبو يمن من هنا، قلت له شوف يا أبو يمن، أول شيء صلاتك هذه بدعة. ما أعرف بدعة بس قلت كذا يلا. أسمعهم يقولون بدعة، قلت خلني أصك فيها. قلت شوف أول شيء صلاتك هذه بدعة، انهب اليمني وش فيه. قلت يا أخي بعدين أنا أعرف الصلاة قبل أشوف وجهك، والله ما كنت أعرفها يا أخي وش ذا، وصرخت عليه. لكن سبحان الله رغم هذا أني كنت أحس براحة من جوا، صح أني تعبت من برا لكن من جوا والله أني مرتاح. أول كانوا يطقون علي الجدار الشباب في السجن، أطلع أنا كذا عند الشبكة أعطيهم موال، السجن كله يولع أحزان وبكى. ففي الفترة الأخيرة يوم قمت أصلي يا أخي، قمت أقرأ قرآن، قمت أقرأ كتاب اسمه حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهب، بديت أتغير. حفظت دعاء اللهم نذرك في نحورهم وعذك من شرورهم، إذا طلبوا لي تحقيق أدعيه، بس قلت يلا امشي خلتني تمشي. في الأخير حسيت إني ما عاد ودي أترك الصلاة، حسيت إني حبيتها، حسيت إنها ريحتني من داخل، حسيت إنها شيء أبغاه من زمان وتو لقيته. شفت الأرض اللي يابسة وتكب عليها موية وفي لحظة الموية تختفي، نفس هذا صار لي الشعور. فسبحان الله يعني طلعت من عند الأخ اليماني ورحت لقيت في ثوب صغير لي يوم أول،
قصير ولبسته. المهم وطلعت في الشارع، وإذا شفت أحد مسوي كذا كأني سيلانية، أحسب ذا الهداية كذا، وكل واحد أشوفه أقول مرحبا بك يا أخ العرب. إي والله. هذا بطلع من السالفة بسالفة ثانية. تذكرت مرة كنت محشش. اي والله. وطالع الا اشوف خشمي طويل. قلت انا اقول في نفسي اثر ما لهم لايم يسموني ابو زقم، والمس خشمي كذا طويل، يروح خشمي يقول طاق، يوصل التلفزيون يرجع. طلعت برا اي والله، واشوف عصفور يكلم العصفورة تقول زيك يا مدحت. قلت الله، قلت عصفور يتكلم، أجل والله أني في الجنة. طلعت خذيت لفة في الحارة أدور عريات. أول ما خذيت لفة ما في أحد، الشوارع فاضية والله. قلت بشوف الأنهار والحوريات والدنيا وكيف الدنيا صايرة. خلاص ضمنت إني في الجنة، لأن قلت العصافير ما تتكلم إلا في الجنة. خذيت لفة في الحارة اللي فيه شايب، قلت قطع معي بعد هنا. قيو جار. الصلاة أثرت فيني وغيرت من حياتي، ولله الحمد صار هذا الرجل اليماني سببا في هدايته. أسأل الله عز وجل أن يغفر له. جزاكم الله خير. وفي نهاية الفيديو كما شاهدتم طبعا القصة يا رجال كما قال لكم الشيخ بنفسه. طبعا الهداية بعض الناس تكون على يد مواطن يمني، طبعا هذا قدر الله ما شاء فعل، اهتدى على يد يمني. طبعا يا رب القصة قوة. إذا عجبتك فعل زر الإعجاب لكي توصل إلى الجميع. إذا فعل زر الإعجاب توصل إلى الجميع ولكي يشاهدوها الناس أجمعين وتستفيدوا. ونشر الخير واجب عليك وعلى كل مسلم. المهم يا رجال، اليمني هذا قد تم يعني انتهى، يعني قصة قصاص. المهم هذا كانوا أكبر مبحث في الرياضة العالمية. طبعا كانوا بيستخدموا كل أنواع البلاوي، كانوا صعلوا الساعة عندنا، لكن هداه رب العالمين وكان سبب هدايته من يد يمني. واليمني هذا كانوا حافظ القرآن، كانوا مطوعي على اليمني. وبعدين أهل اليمن هم أهل البلاغة والفصاحة وأهل الإيمان والحكمة. وكمان في نهاية الفيديو فعلوا زر الإعجاب واشتركوا بالقناة، وتحياتي لكم جميعا يا أيها الطيبين. وشاركوا الفيديو وشاركوا الأجر أجمعين. وطبعا هذا العالم اسمه السلطان. تحياتي لكم.